السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في قناه وصفات طبخ مع رشيده. تنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. اليوم ان شاء الله فيديو غادي يعجبكم بزاف من ضمن وصفات ان شاء الله ديال رمضان. ان شاء الله غادي نقدم لكم هاد المملحات هادو معمرين بواحد الورقه ديال المسمن، تتجي غزاله بزاف وتتجي مقرمشه وتيجي بنين بزاف بواحد الحشوه اللي رائعه واقتصاديه. بقوا مع الفيديو حتى الاخر باش تشوفوا الوصول الطريقه، وكذلك ما تنساونيش بلي لايك. لا يجازيكم بخير. ولا كنتوا اول مره تزوروا القناه وعجبتكم ما تنساوش تضغطوا على لايك واشتراك باش توصلوا بكل ما هو جديد. بقوا مع الفيديو حتى الاخر باش تشوفوا الوصول طريقه وفرجه ممتعه. بسم الله على بركه الله. هنايا غادي نبداو بالحشوه اللي غادي نحتاجوا لها. هنايا واحد البصله خضاريه حجم كبير، وهنايا غادي نديروا واحد الطريف ديال الزبده. غادي نخليو الكل يتشحروا مزيان حتى تذوب لنا بصله. هنايا غادي نزيدوا واحد جوج ديال الخيزو محكوكين وجوج ديال القرعه خضراء اللي حتى هي تكون محكوكه على شكل على هذا الشكل رقيق. وهنايا درت واحد 100 غرام ديال الكفته، اولا ديروا كتر، انا اكتفيت هنايا ب 100 غرام ديال الكفته. صافي غادي نشحروا هاد المكونات مزيان حتى طيب لينا ديك الكفته يدخلها الطياب. صافي هنايا في التوابل غادي نديروا شويه ديال البزار، شويه ديال الخرقوم، وشويه ديال السكنجبير التحميره، وكذلك الثوم غبره والملح. وكذلك غادي نضيف واحد نص معلقه ديال الغبره ديال البصله الا كانت متوفره تجلدت لنا الحشوه. تقريبا في العطريه كاملها درت واحد نص معلقه صغيره من كل حاجه. صافي غادي نشحروا هاد المكونات مزيان. هنايا غادي نديروا لاصوص صوجا. انا عندي هنايا ثقيله درت تقريبا واحد معلقه كبيره، الا كانت خفيفه ديروا جوج معالق. وهنايا غادي نضيف واحد شويه ديال الهريسه اولا شويه ديال الحار، الا كنتو تعجبكم ديروه، لما ما بغيتوش بلاش. انا راه هنا ما كثرتوش. هنايا غادي نديروا واحد الحفينه صغيره ديال الزيتون مقطع رقيق. صافي غادي نخلطوا هاد المكونات كاملين مزيان تينسجموا لنا. غادي نضيفوا هنا واحد شويه ديال القزبر ومعدنوس. انا هنايا عندي يابس. الا بغيتوا الفيديو ديال هاد الطريقه ديال هاد القزبر اليابس قزبر العادي تنيبسو على اليد ديالي. هنايا الا بغيتو غادي نحط لكم الفيديو وقولوها لي في التعليق. نحط لكم فيديو راه تيدوم معكم مده طويله بدون ثلاجه بدون مجمد. تحطوا عفق قريعه والوقت اللي بغيتوه تخدموه. صافي هنايا جوج مربعات ديال الشعريه ديال الروز اللي قطعتهم في الماء سخون وقطعتهم هنا رقيق. صافي هنايا بعد ما طابت لينا هاد الحشوه غادي نطفيو عليها ونخليوها جانبا تبرد. هنايا غادي ناخذوا هاد الزبده اللي ذوبتها تقريبا واحد 50 غرام ديال الزبده ذوبتها. انا درت زبده حيوانيه مع واحد كاس ديال الزيت اللي ما يكونش عامر. صافي غادي نديروا واحد المعلقه عامره مزيان ديال المايزينا وواحد شويه ديال الخماره حمراء. غادي نخلطوا هاد المكونات مزيان. هاد الزبده هذه هي باش غادي نورقوا هاد المسمن هذا. هنايا ما حطيتش لكم الفيديو ديال العجين ديال المسمن. هنايا راه العجينه راه ساهله وتتنجح معكم من اول تجربه. خديت هي زلافه ديال الدقيق الفورس مع زلافه ديال الفينو نوعيه جيده. صافي ودرت الملح. صافي وعجنت بالماء ديال الروبينيعي العادي ما تعجنش بالماء سخون. صافي وعجنتها مزيان. هنا كورتها على هذا الشكل وخليتها ترتاح. دهنت الوجه ديالها بالزيت ودرت لها بلاستيك غذائي وخليتها ترتاح مزيان. هنايا صافي تنبداو نطلقوا كل كره على حده وتنبداو ندهنوا بهاد الزبده هذه بهاد الخليط هذا ديال الزبده. كل وحده تنطلقها وتندهنها بهذيك الزبده باش يجيونا مورقين من الداخل. تنبداو نهزو حتى من ديك النشا اللي تتنزل لينا لتحت حتى هي راه تنورقوا بها باش يجيونا هاد المسمنات هادو مورقين من الداخل وتيجيو زوينين بزاف ومقرمشين. هنايا راه تنديروا تقريبا 4 من كل وحده.
صافي تنبدا نطلق بنفس الكيفيه حتى تيكونوا على هذا الشكل. كل وحده راه درت فيها 4 ديال الكرات، تنطلقهم على شكل مستطيل. هنا راه ما تنخدموا مازال لا زبده لا زيت، صافي تنورقوا مزيان. على شكل طولي ونعطيوه حتى العرض. هاد العجين هذا راه ساهل وغينجح معكم من اول تجربه. صافي هنايا بعد ما سرحت هاد المستطيل هذا تنبداو نديروا الحشوه في هنايا في الطرف، تنعمروها مزيان حتى من القنات باش ما يجيوناش خاويين. هنايا تنصوبوها باش تجينا مقاده. صافي تنبداو نلويو بطريقه سهله. هنايا تنبداو نلويو، تنزيروا واحد شويه، تنجمعوا الاطراف. صافي غادي نهز واحد الصينيه ديال الفرن اللي تندهنوها بالزيت. صافي وغادي نستفو هاد المسمن هذا على هاد الشكل حتى تنساليو هاد الكميه كاملها اللي عندنا بنفس الطريقه. هنايا غادي نعاود معكم واحده اخرى. هنايا خليو العجين يرتاح مزيان باش يعطيكم الضوء في الخدمه ويجيكم ساهل. بنفس الطريقه غادي نديروا الحشوه. هنا ممكن تضيفوا حتى الفرماج احمر. انا اكتفيت بهذا الحشوه هذه. هنا الحشوه اللي بغيتو ديروها. صافي غادي نبداو نطويو. طريقه سهله وواضحه، تنتمنى يعجبكم. وإلا وصلتوا لهذه المرحله من الفيديو ما تنساوش تضغطوا على لايك وشي تعليق زوين. الله يجازيكم بخير وشكرا لكم على الدعم والتشجيع. صافي غادي نستمر بنفس الكيفيه. هنايا بعد ما كملتهم غادي ندهنهم هنايا ببيضه كامله، درت لها واحد شويه ديال الخل. صافي غادي ندهنهم مزيان من الفوق. غادي نقطعوهم بالسكين وغادي نزينوهم باللي عندكم. انا غادي نزينهم غير ببذور الخشخاش. هنا غادي تقطعوا بالشكل اللي بغيتو، القياس اللي بغيتو. انا هنا درتهم واحد شويه صغار ولكن راه تيجيو غزالين بزاف. جربوهم ان شاء الله في رمضان ان شاء الله، وردوا عليا في التعاليق كيف جاوكم. وما تنساوش تضغطوا على لايك واشتراك الا كنتي اول مره تزور القناه، فضلا وليس امرا. وشكرا. صافي هنايا بعد ما قطعتهم غادي نزينوهم هنايا ببذور الخشخاش. غادي ندخلوهم الفران اللي تيكون سخون من قبل. غادي نشعلوا عليهم من التحت حتى نشوفوهم تحمروا لنا، ونزلوا اللاطه لتحت باش يتحمروا ويعطيونا اللون مذهب. تنتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم. صافي هنايا بعد ما خرجتهم من الفران تيكون هذا هو الشكل ديالهم. شوفوا الطبقات كيفاش يكونوا ديال داك المسمن، راه تيبانوا مورقين. تنتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم. هنايا غادي نزين بواحد شويه ديال الفرماج احمر اللي تيكون اللي تنحكوه في الحكاكه رقيقه. الزين تيبقى على حسب الاختيار وعلى حسب اللي متوفر. تيكون هذا هو الفيديو ديالي. تنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. هنايا غادي نوريكم كي تيجيو من الداخل. هنا تعاودوا ليهم بالسكين باش يسهلوا تهزوهم. هنا غادي نخلي لكم واحد المقطع صغير ديال الصوت ديال القرمشه ديالهم. راه تيجيو مقرمشين وتيجيو بنان بزاف بدون ورقه ديال البسطيله. وغادي تنجح معكم هذا العجين من اول تجربه. تنتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم.
شكرا على الدعم والتشجيع وعلى المشاهدة، وألقاكم في فيديو قادم إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.